السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد أجرود. مقال بعنوان علاش كتهضر مع راسك بصوت عالي. علاش كتهضر مع راسك؟ هاد السؤال غيكون عادي بالنسبة لأغلبية الناس وقليل اللي غيجيه في شكل. إذا شنو كيعني هاد الشي؟ واش الأغلبية اللي عادية ولا الأقلية؟ وكيفاش وليتي كتهضر مع راسك؟ وباش كتفيدك وكتضرك هاد العملية؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في هاد المقال. هنا غنهضر على الناس اللي كيهضروا بصوت عالي مع راسهم، هادوك الناس اللي كيتحاوروا ويفكروا ويتناقشوا غير مع راسهم. خاصك تعرف باللي هاد العملية في البداية ديالها كتكون ما بين العقل الواعي واللاواعي. عادة كنلقاو باللي كنهضروا مع راسنا من شحال هادي، ولكن ما عارفينش من امتى بالضبط، بحيث هاد العملية في الاول كتبدا في عقلك اللاواعي وكتنتقل لعقلك الواعي. ولكن واش عادي دير هكذا؟ الهضره مع راسك كتعتبر شي حاجه عالميه اللي كل شي عارفها وكيديرها، داكشي علاش عندها اسم واللي هو الحديث مع النفس. اغلب الابحاث على هذه الظاهره كانت على اطفال اللي العمر ديالهم ما بين 2 حتى ل7 سنوات، حيث هاد العمليه كتعتبر جزء من النمو ديال الطفل في هذا العمر، حيث كتساعدهم يتمرنوا على الكلمات ويعبروا على باش كيحسوا. وبالتالي راه شي حاجة عادية جدا، وتدريجيا كيبدا الطفل يهضر مع راسه بشكل مباشر أكثر فاش كيبغي يعرف كيفاش يدير شي حاجة. مثلا فاش كيبغي يحزم الصباط تاعو كيتفكر كيفاش قالت ليه ماما يدير ذاك النهار، فكتلقاه كيهضر بصوت عالي. ولا كتلقاه تعصب مع شي لعبة وكيهضر غير بوحدو بين قوسين بعصبية وكيقول صعيبة عليا، لعبة خايبة، إلى آخره، يغلق القوس. وهذا الشيء هو اللي كيمثل التفكير بصوت عالي. وبالتالي فاش كتهضر مع راسك فراك ببساطة كتفكر بصوت عالي. وهما في طور النمو غتلقاهم كيدندنوا ولا كيهضروا بصوت خافت ولا كيحركوا الشفتين بلا صوت. فداك الشيء اللي كيقولوا غادي يتكون على شكل افكار، سواء كان هذا الحديث مع النفس بصوت عالي او لا. فراه كيبني للطفل افكار وكيرسخها اللي كتزيد تساعده في النمو ديالو. داك الشيء علاش الا كنتي كتهضر مع راسك راك غير كتفكر بصوت عالي، عكس هذاك اللي كيفكر ولكن كيفكر بلا صوت. في الاخير بجوجكم كتفكروا، ولكن كل واحد وطريقة التفكير ديالو. ولكن بعض المرات ما كتكونش هاد العملية عادية ما كتكونش هاد العملية عادية. داكشي علاش خاصك تمتحن راسك، بحيث هاد الحالة تقدر تتحول سكيزوفرينيا. ومن الاعراض ديالها فاش كتهضر مع راسك ولكن كتحس باللي شي واحد اخر اللي كيهضر معاك، من الاعراض ديالها فاش كتهضر مع راسك ولكن كتحس باللي شي واحد اخر اللي كيهضر معاك، ولا فاش ما كتقدرش تميز واش انت اللي قلتي هذه لراسك ولا شي واحد كتعرفو اللي قالها لك، زيادة على الهلوسة والتخيلات. ولكن ما تعتبرهش راسك كدير شي حاجة مسطية ولا خايبة، حيث فاش كتهضر مع راسك راك كتستافد من بزاف د الحوايج اللي يمكن ما تقدرش تستافد منهم وانت كتفكر بلا صوت. بهاد العملية كتخلق تواصل بين عقلك الواعي واللاواعي، وبالتالي كتحكم في السلوكات ديالك بطريقة سلبية أو إيجابية على حساب انت شنو كتقول لراسك. هادشي علاش أول حاجة تقدر تستافد منها فاش غتهضر مع راسك بطريقة إيجابية هي في بلاصة ما تقول أنا مكلخ، قول راني قادر ندير هادشي. مثلا فاش كدير هكذا كتبني الثقة في النفس. داكشي علاش خاصك تستغل هاد العادة من جميع النواحي بهاد الطريقة. وبهاد الطريقة كتحفز العقل الواعي ديالك يبني الأفكار الإيجابية اللي بطبيعة الحال
غتعطي نتائج ايجابيه في حياتك. وما تنساش باللي فاش كتهضر مع راسك بصوت عالي كتعطي لافكارك شكل موضوعي، بحيث كيزيدوا يتوضحوا بالنسبه لك الشيء اللي كيطور من طريقه التفكير وكيخليك تفهم راسك اكثر. فمثلا الى باغي تاخذ شي قرار صعيب، سد عليك في شي بيت بوحدك وقول الافكار اللي في بالك لراسك، وحاول ترتب وتحلل اللي بان لك، وغادي تلاحظ باللي الاشياء ولات اكثر وضوح واخذ القرار ولا اقل صعوبة. واخيرا فهاد المرة الا كان كيهضر بوحده في الطريق ماشي بالضرورة يكون مسطي، حيتاش في غالب الاحيان داك الشخص ما كيكونش حاس براسو كيهضر. كان معكم محمد أجرود، السلام عليكم ورحمة الله.